حاجات كنت لازم أعرفها قبل ما أتعامل مع مريض سكر في الجيم ويقع مني. أول حاجة، مريض السكر سواء لو عنده زيادة أو نقصان فده خطر، ولكن الأخطر بيكون لما يكون في حالة النقصان. النقصان بتبقى حالة شديدة، ممكن هي تحصل أو ممكن هي تسبب لي تلف في الخلايا العصبية وفي المخ في خلال دقائق وتؤدي للوفاة. ولو بتظهر عنده الأعراض دي اللي هي الكلام عن الدوخة والرعشة والكلام ده كله والزغللة وفقدان التركيز، بنبدأ هنا لو هو في حالة تسمح بالبلع، لو قادر يبلع ببتدي أو فايق قدامه مستجيب لسه، ببتدي اديله اي حاجه سهله الامتصاص، سكر سريع الامتصاص زي شوكولاته زي عسل زي تمر زي اي حاجه حلوه. ولو معاه اللي هو مريض سكر وعنده قراص الجلوكوز ببتدي اديها له بنسبه من 15 ل 20 جرام، وافضل اديله الكميات دي من هنا لغايه نص ساعه، يعني كل ربع ساعه بديله بنفس الكميه لحد ما يستجيب معايا لنص ساعه. لو لا قدر الله ما استجابش معايا بعد النص ساعه هنا بطلب الاسعاف. وبطلب الاسعاف في حالات تانية لو هو فقد الوعي تماما او ما عندوش قدره للبلع او حصل حاله التشنجات اللي اتكلمنا عليها، دي الحالات اللي بطلب فيها الاسعاف. طيب لو هو فاق الحمد لله وبقى مستجيب، اجري بسرعه اقيس السكر بتاعه واشوف نسبه السكر عامله ازاي، ولو عاليه هتبقى طبعا زي ما احنا قلنا احسن من تكون منخفضه. لو طلعت عاليه ببتدي اشوف لو هو مريض سكر بخليه يتجاوب مع الدكتور بتاعه واشرح له الحاله بتاعته واشوف ايه الاسعافات اللي ممكن اتخذها معاه او الاجراءات اللي ممكن اتخذها معاه. ولو هو ما كانش بيتعالج من السكر او مش متابع مع دكتور يبدا فورا يروح يتابع مع دكتور ويشوف الحاله بتاعته. ناخد بالنا جدا من الحالات دي، حالات مهمه. اتمنى تعمل شير للفيديو عشان تنفع غيرك. سلام عليكم.